هل كان في علمك أن 1,500,000 موظف بالقطاع الخاص في المغرب يتلقون أجرًا أقل من الحد الأدنى للأجور؟ صادقت الحكومة المغربية يوم الخميس على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 5% ليصل إلى 3,120 درهمًا اعتبارًا من سبتمبر الجاري. وقال وزير التشغيل يونس السكوري في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن الزيادة تشمل العاملين في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية. وأضاف أن في سبتمبر من العام الماضي قررنا زيادة بنسبة 5%، والآن نقر زيادة جديدة بنسبة 5% ليرتفع الحد الأدنى للأجور من 2,970 درهما إلى 3,120 درهما. كانت الحكومة أعلنت العام الماضي توقيع اتفاق مع النقابات العمالية يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، ويضم الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين. في هذا الفيديو ستعرف لماذا قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور، وما هي إيجابيات وسلبيات رفع الحد الأدنى للأجور، وهل سينفعنا أم لا؟ أولاً، وقبل الدخول في صلب الموضوع، وكما أشرنا سابقاً، فإن 1,500,000 موظف مغربي بالقطاع الخاص يتلقون أجراً أقل من الحد الأدنى للأجور، مما يمثل 39% من إجمالي الموظفين المصرح بهم من طرف الشركات، ولكن هذا الرقم البعض منهم لا يشتغلون الشهر بأكمله أو لا يكملون عدد الساعات التي يجب عليهم أن يكملوها. وثانياً، البعض منهم لم يتم تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بعض الشركات لا تسجل عمالها، إما أن أرباحها ضعيفة أو الموظفين لا يعرفون أو يجهلون هذه النقطة. وهذا بحد ذاته موضوع يتطلب فيديو بأكمله. فهل فعلاً حل الرفع من الحد الأدنى للأجور يخدم مصالح الجميع؟ في الحقيقة لا، لأن عند رفع الحد الأدنى للأجور ستنخفض أرباح الشركات والمستثمرين. راتب الموظف يرتفع، ولكن أرباح الشركات تتأثر. وعندما نتحدث عن تأثر أرباح الشركات، فإننا نتحدث عن تأثر عجلة الاقتصاد الوطني بأكمله، وهو ما يجعل عدة شركات أجنبية لا تستثمر في المغرب، بل بعض الشركات يفلسون بسبب هذا. حسناً، هل يوجد حل؟ لماذا بعض الدول الحد الأدنى للأجور عندهم مرتفع وفي نفس الوقت اقتصادهم لا يتأثر؟ نعم، في الحقيقة هناك حل عزيز المشاهد، وهو على الدولة أن تركز على الرفع من إنتاج الشركات. وكلما ارتفع الإنتاج، سترتفع الأرباح، وكلما ارتفعت الأرباح والإنتاج، كلما ستحتاج الشركة إلى موظفين وعمال أكثر. إذا سيرتفع الطلب على الموظفين، وسيرتفع الراتب والحد الأدنى للأجور بطريقة عادية وتتماشى مع الاقتصاد الوطني. لأن عندما يرى الموظف أن الشركات تحتاجه، سيطلب راتب مرتفعا، والشركة بدورها لن تتأثر لأن الإنتاج مرتفع والأرباح كذلك. ولهذا نرى دول كبرى مثل أمريكا عمالها يتقاضون أجور مرتفعة وفي نفس الوقت الاقتصاد لا يتضرر، وهذا بسبب الإنتاج. وبهذا الكل سيتقاضى أجور مرتفعة والشركات لن تتضرر. لا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع زملائك في العمل أو أقربائك. إلى هنا نصل إلى نهاية الحلقة، وكالعادة شاركنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة.